عمرك شفت لعبة في بيتك اتحركت من غير سبب؟ في حاجات بتحصل بالليل صعب تلاقي لها تفسير. أماكن لو دخلتها هتحس إن العيون بتبص عليك من كل حتة، وأنا واحد من الناس اللي شاف ده بعينه. لما كان عندي حوالي 9 سنين كنا ساكنين أنا وماما وأختي الصغيرة في بيت صغير في حتة هادية في شبرا. الشارع كان جميل والولاد بيلعبوا بالعجل في الصيف وناس الحي معروفين لبعض. ماما كانت دايما بتقول لنا إن البيت قديم والبيوت القديمة بتطلع أصوات كلام زي كده. بس في حاجات حصلت هناك ما كانتش أصوات بيت عادية، وكانت بتحسسك بحاجة تانية خالص، حاجة مش سهل تتفسر. أول حاجة حصلت لي كانت في ليلة وأنا مش قادر أنام. كنت متغطي باللحاف لحد دقني وباصص للنجوم اللي بتنور في السقف اللي هي بتلمع في الضلمة. أوضتي كانت صغيرة على قد سرير ودولاب وترابيزة ولعب جنب الشباك. كنت ببص للظل اللي بيتحدف من الشجر بره، والهوا بيحرك الفروع والظل بيتنقل. لكن لاحظت ظل واحد مش بيتحرك زي الباقي في الركن تحت جنب صندوق لعب الأطفال. في الأول افتكرت إنه هدوم متكومة أو عربية لعبة كبيرة، بس بعد ثانية الظل اختفى. حسيت ببرودة جوه جسمي، مش هوا بارد، حاجة بتمشي جوه جسمك. لفيت اللحاف فوق راسي ونمت. الصبح لما صحيت ما فكرتش في الموضوع غير لما شفت صندوق اللعب مفتوح كده، كأنه حد كان بيفتش فيه. وأنا عمري ما سبته كده لأن ماما بتزعل لو اللعب اتبعترت. قفلته وما اهتمتش بحاجة. بعد كام أسبوع أختي الصغيرة كانت لسه عندها 5 سنين، قالت لماما إنها مش بترضى ليه تخرج الراجل اللي في الدولاب. جسمي اتجمد لأن قالتها بكل بساطة كأن دي حاجة عادية. ماما قالت العيال بتتخيل وخلاص، لكن وشها كان واضح عليه إنها مش بتكذب. قالت إنه بيقف في الدولاب بالليل وبيهمس، بس هي مش بتسمع اللي بيقوله. الليلة دي أنا صحيت من صوت زي حد بيجر حاجة على الأرض وضوافر بتحفر في الخشب. كنت مرعوب وما قدرتش أتحرك، والصوت وقف جنب السرير بتاعي. كنت متأكد لو بصيت هشوف حاجة بتبص عليا. قعدت متجمد لحد ما نمت تاني. الصبح لقيت خدوش طويلة على الأرض جنب السرير، خدوش جديدة كأن حد حفر في الخشب. جريت على ماما أوريها، بس زعلت وقالت أكيد كنت بلعب بحاجة حادة أو جريت حاجة، وأنا أقسمت لها إني ما عملتش حاجة ومحدش صدقني. الليالي بعد كده ساءت. كنت بسمع همسات خفيفة زي راديو اتظبط على صوت واطي، والصوت طالع من الدولاب. وساعات أختي كانت بتعيط وبجري ألاقيها بتشاور ناحية الركن وتقول هو هناك، هو هناك. عمري ما شفته، بس كنت مصدق كلامها. بتحس إن في حد بيراقبك وشعر جلدك بيقف. ده بالظبط كان إحساسي. أكتر ليلة مخيفة كانت وسط الشتاء. صحيت ولقيت باب أوضتي مفتوح مع إني دايماً بقفله. نور الصالة كان منور عشان ماما بتسيب لنا نور صغير بالليل، لكن وأنا باصص النور اتطفى فجأة. بعدين سمعت خطوات بتنزل السلم ووقفت بره باب أوضتي. كان نفسي أنادي لماما بس مفيش صوت طالع. الباب اتفتح وكان في ظل طويل اسود من ورا الباب مبين راسه، بس منظره كان شبه راس بس. قفلت عيني وقلت هفتح ألاقيه اختفى. فتحتها تاني لقيت الباب مقفول وأنا لوحدي. الصبح سألت ماما لو جت أوضتي، قالت لأ، كانت نايمة طول الليل. أختي الصغيرة قالت إنها شافته برضه واقف جنب سريرها. لما قلنا لماما مع بعضنا بقى باين عليها الخوف. ولعت شمعة وقرت قرآن في كل أوض البيت. لقينا شوية هدوء بعد كده، بس مفضلش كتير. مرة جيت من المدرسة قبل ماما، قاعد في الصالون بعمل الواجب، وسمعت صوت صندوق اللعب في أوضتي بيتقفل بقوة، والبيت كان فاضي خالص، مفيش حد. اتمنيت ما يبقاش هوا، لكن لما نزلت لقيت باب أوضتي مفتوح
وصندوق اللعب مقفول، لكن اللعب مبعترة على الأرض كأن حد كبها. وقفت بره واستنيت لحد ما ماما ترجع. لما قلت لها قالت خلاص ده القط زق اللعب، بس مفيش عندنا قط. بعد ما كبرنا واشتغلنا وطلعنا من البيت وسكننا في مكان تاني، سألت ماما عن اللي حصل في البيت القديم. اترددت وقالت قالت إنها ساعات بتصحى وتلاقي ضل واقف عند باب أوضتها. عمرها ما قالت لنا قبل كده عشان ما تخوفناش، بس اعترفت إنها شايفة حاجة غلط في البيت. قالت يمكن كان راجل من اللي كان ساكن قبلنا. ماما ما قالتش أكتر من كده، بس أنا عارف اللي شفته، وأنا عارف اللي شافته أختي. دلوقتي وأنا كبير كل لما أفكر في الموضوع ده بحس بوجع في بطني. ما كانش تخيل ولا كوابيس، بس كانت حاجة حقيقية، وكانت عايزة تقول لنا إنها هناك. ساعات بالليل لما ما أقدرش أنام بسمع صوت أظافر بتجر على الأرض. لحد النهاردة كل ما افتكر البيت ده أو صوت الخدوش على الأرض بحس إن في عين لسه بتراقبني من الضلمة. يمكن تكون القصة خلصت، بس اللي اتعاش جوه البيت ده عمره ما هيتنسي. لو القصة دي خوفتك أو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وفي قصص تانية مستنياك. دوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك دلوقتي وخش جو الرعب معانا. سلام.